السؤال الوجودي اللي دايما احنا بنحتار فيه اللي هو احنا عايشين بالجسد وبالروح، ازاي نتعامل بالاتنين؟ طيب احنا لو مشينا روحانيات بس هنبقى صوفيين قوي ومعتزلين الناس، وهنبقى دمنا تقيل قوي، وهنبقى يجيلنا اكتئاب. فايه اللي هيحصل؟ احنا ما بنلغيش جسمنا ولا بنلغي روحنا. اللي بيحصل ان في ناس بيجيلهم صراع ما بين الاتنين، وربنا سبحانه وتعالى بيقول وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. وهديناه النجدين دي كان الكتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي بيتكلم فيه، بيقول إحنا لو متطلبات الجسد مشينا فيها أكتر يبقى إحنا أقرب للحيوان، لو متطلبات الروح مشينا فيها أكتر يبقى إحنا أقرب للملائكية. إحنا عايزين نعيش حياة الملائكية. طب إزاي؟ يعني ما تديناش كتاب متسطر، ما تديناش كتب مكتوبة، ما تديناش حاجات تحسسنا ان احنا احنا الحياة كده لذيذة وكول. لا، احنا بنصادف صعوبات في الحياة، وهي دي مربط الفرس. صعوبات الحياة، اللي تشالنجز اللي احنا بنقابلها، ازاي نتعامل معاها علشان تبقى روحنا محافظين عليها لغاية ما نقابل ربنا سبحانه وتعالى. إلا من أتى الله بقلب سليم. عشان نقابل ربنا بقلب سليم هنعمل ايه؟ طب ازاي تبقى روحنا حلوة؟ خلي بالكم ان الروح دي اصلا بتبقى حلوة لان ربنا نفخ فينا من روحه، واحنا من روح الله، فبالتالي احنا جوانا اسرار. عايز تعرف قد ايه تبقى قوي، عايز تعرف قد ايه تبقى من جواك عندك باور وقوة، خش كده جوه اسرار الروح عندك. اقعد مع نفسك، اقعد على الارض بعد ما تخلص الصلاة بتاعتك، واقعد مع نفسك، اقعد فكر، وسيب صعوبات الحياة على جنب، كده اطلع بره شوية الدنيا وصراعات الدنيا، واقعد مع نفسك. احنا فين؟ ايه موقعي في الدنيا؟ موقعي في الاحداث؟ موقعي في الحياة؟ موقعي ما بين نفسي وما بين روحي وما بين جسمي وما بين متطلبات الاتنين مع بعض؟ وحاول تعمل بالانس ما بين الاتنين. على قد ما هتقدر تعمل بالانس، على قد ما هتوصل للي انت عايزه، على قد ما هتقدر تكافح وتجاهد. ما هو ده بقى اللي بيتقال عليه جهاد النفس، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ جئنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. فأنا لما كنت أقرأ الحاجات دي أقول جهاد أصغر؟ يعني ان انت تتدبح وتتقتل وتموت وتستشهد، ده جهاد اصغر؟ ده لا، جهاد النفس 24 ساعة جهاد نفس، في فكرك، في كلامك، في لبسك، في أكلك، في شربك، في أفكارك، في حياتك، في مشاعرك، في الثوتس، الأفكار اللي بتجيلك. وبالتالي انت محتاج تقعد وقفة مع النفس علشان تقدر تعمل ما بين بالانس ما بين احتياجات الجسم واحتياجات الروح. هل معنى كده ان انا بقولك انكر جسدك، انكر متطلباته؟ لا بالعكس، ده انت تعين نفسك وتقول انا باكل عشان اقوي نفسي عشان اقدر على طاعة ربنا. انا هنا في الدنيا ضيف، وبالتالي ليا دور، والدور ده انا لازم اعمله. علشان اعمله لازم اقدر اوصل لمرحلة من النجاح والتوفيق من رب العالمين برضا، عشان اقابل ربنا بقلب سليم. خلينا اشوف الكومنتات بتاعتكم حتى انتوا بتعملوا ايه علشان تقدروا تعملوا بالانس ما بين احتياجات الجسد واحتياجات الروح، وان انتوا تقدروا تبقوا حاجه كده روحانيه، كده حاجه كده ماشيين طايرين كده في بيس، في سلام نفسي كده. ازاي بتوصلوا لده؟ ازاي توصلوا للمرحله دي؟ دي اصدق حاجه. اللي هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ربنا يرزقنا راحه البال، تبقى كده حاسس ان انت طفل نايم عندك طفوله، نايم عندك براءه، مش شايل هم ولا في حسد ولا غل ولا في اي حاجه من الحاجات دي. فتقدر ازاي تحس ده؟ خلينا نشوف ونسمع منكم الكومنتس بتاعتكم، يعني نشوف الناس بتفكر ازاي تقدر تعمل بالانس. ده جهاد كبير قوي، ربنا يقوينا عليه يا رب كلنا.